واحد برضه جابه في التلفزيون اول امبارح اسمه خنجر ولا شنو ما بعرفه، او ده مسجل عندي موجود، قال يجوز تدعو غير الله، وده موجود في الموبايل، قال يجوز تدعو غير الله عديل كده، وقال الصلاه في مسجد فيه قبر مستحب، مع انه النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام. هسه لو دول خش الحمام وقام على حيله وقال حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه الله اكبر، انت سمعته بيجوز ولا نصيحه زول او مجنون؟ ما بيجوز. طيب الصلاه في المسجد اللي فيه قبر العلماء قالوا اسوأ من الصلاه داخل المرحاض والحمام، لانه ده فيه تعظيم للمقبور، طالما بنوا على قبره مسجد وصلوا عنده، او حتى ما بنوا اتخذوا مكانه قبره ده موضع للعباده ودعاء غير الله وذبح الخرفان والعجول والنذور والتوكل والاستغاثه والاستعانه به من دون الله، فقد اتخذ مسجدا. السيده عائشه قالت وان لم يبنى مسجد، السيده عائشه قالت كده، ده خلاص مسجد طوالي يدخل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم شرار الخلق عند الله. تقول لي اولياء؟ الرسول قال شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعه وهم احياء والذين يتخذون القبور مساجد.